يا مساء الفل والسعادة عليكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. دي تجهيزات المحشي اللي احنا عملناها يا حبايبي، اللي احنا فرزناها قبل رمضان. قلنا عليها بصوا عملنا، ما خدتش معانا اي حاجة. عملنا شوية محشي، طبق الملوخية المفضل بتاعنا، وعملنا حتة فرخة جنبيها كده. ويلا نشوف احنا عملنا المحشي ازاي. دي الصلصة اللي انا عاملاها قدامكم اهي، بصوا جامدة ازاي، مع ان انا مطلعاها من بالليل عشان احنا في شتا، بس كنت حطاها في التلاجة من تحت اهو. هنخليها تفك طبعا اهي، بصوا جامدة خالص ازاي اهي. اول ما تفك كده انا معلقة على مية، مع عندي شوية ورق عنب كده لفة يعني، نعملهم على قد دقيقة محشي كده صغير. حطيت شوية ملح وربع فنجان خل، حطه في المية اهو. الورق العنب بقاله كام مرة كده بيغشوه كمان ومش حلو اهو. عندي دلوقتي عندي دولت لفة ورق عنب اهيت، كنت مفرزاها بس هي مش غامقة اوي، حلوة يعني. ايه هنحطها، هي هتفك اول ما الصلصة تتفك اهيت. خلاص فكت خالص على البوتاجاز. غسلنا شوية الرز وحطينا الرز ها، شفت؟ ولا قطعنا بصل ولا عصرنا طماطم ولا اي حاجة، في السريع ايه، حاجات جاهزة على طول. هنشوح الرز فيها. التشويحة دي اللي انا بعملها دي بتديها طعم حلو قوي قوي. حتى لو هتعملي محشي بالزيادة وتحطي حلة في الفريزر لاسبوع مش هتخسر. الرز مش هيبقى بايش، لا هيبقى مفلفل وحلو. ليه؟ عشان الرز انت مدياله تشويحة نص سوا. بص انا بقلبته خالص اهوت اه. خلاص، ولا في مية ولا في صلصة ولا اي حاجة، اتشرب المية كلها يعني، استوى نص سوا اهو. خلاص بصوا اهو، انا طفيت عليه كده. الخضره بقى اللي انا عاملاها معاكم برضو اللي مجهزينها سوا، بصوا اللون بتاعها ما شاء الله، يا جماله يا جماله. خضر بفتفتها اهو. مش هطلع الخضره واقول عقبال ما اجهز الخلطه واحطها، لا ما تفكش ابدا، لازم نحطها وهي ايه، مجمده كده اهي. فتفتناها خالص كده بقى، ونحط بقيتها. نحط بقيه التوابل. احنا حطينا في الاول معلقه سكر، معلقه ملح، شويه فلفل. هنحط دلوقتي بقى التوابل بتاعتنا اللي هي تكمله المحشي. نص معلقه قرفه، حطيت معلقه كمون كبيره، واحط معلقه نعناع دي صغيره. انا هحط معلقتين من الصغيرين، يعني معلقه كبيره من النعناع. ممكن تحطي نعناع اخضر، ممكن تحطي ريحان. هنقلب الشطة بقى حسب الرغبة يا حبايبي، زي ما انتوا عايزين. انا هحط شوية صغيرين عندي عشان انا عازمة ولادي يعني، العيال الصغيرين هياكلوا من المحشي. بصوا، ولا في مية ولا في اي حاجة خالص. هتبرد الخلطة ونلف المحشي. حطيت شوية شطة صغيرين اهمت، وكانت ناقصة شوية ملح صغيرين تاني حطيت لها. ادي العروق اللي احنا قلنا مش هنرميها ايه، ما بنرميش حاجة. حطيناها في ارضية الحلة. معلش، الولاد بيضربوا صواريخ في الشوارع عندنا هنا كذا مرة أسجل التسجيلات ديت عشان خاطر الصواريخ اللي بيفرقعوها دي. كل سنة وانتم طيبين اه. طبعا الرز لازم يبرد، ما نعبيش، ما نلفش المحشي او نعبي البتنجان وهو سخن. ستات البيوت شاطره ما شاء الله، بتلف المحشي كويس وتعبي البتنجان وورق العنب وكله. انا المقصود ان انا كنت اوريكم ازاي المحشي اللي احنا مجهزينه في الفريزر ما خدش مننا وقت اه. بصوا ما شاء الله اهي. اوريكم لفه كمان زي ما انتوا عايزين. انا اسهل لفه ليا اللي هي على ايديا بصراحه ربنا. وفي ناس بتبقى شاطره برضو في اللفه اللي هي كده في طبق او على صينيه على الرخامه، حسب يعني اه. انا هوريكم برضو دي وديت، اللي انتوا ترتاحوا فيها، اللفه اللي ترتاحوا فيها لفوها اهي. مش عارفه والله انا يعني بقيت كذا مره سجلت المقطع ده كذا مره عشان الفرقعه اللي انتوا هتسمعوها دي، معلش كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. الولاد عندنا في الشارع صواريخ طول النهار وطول الليل آه. اسرع بقى لفة ليا اهي التقطيعة دي. يعني الف صباع المحشي واقطع، الف صباع المحشي واقطع، عشان بقطعها زي الشريطة الطويلة كده اهي. خلاص كده خلصت المحشي. نعلق بقى على الفرخة
عقبال ايه قرب المغرب بقى نسوي الايه الاكل. المستكه اللي عندي دي كلها صغيره قوي، يعني ما تفكروش انها كبيره، انها كتير، لا كتر المستكه بتمرر، خلي بالكم. انا بقى هشوح الفراخ، حطيت معلقه سمنه وحطيت فصين مستكه اهي. حط بقى بصلايه وطماطمايه، انا بديها صدمه بس كده. يعني حتى لو انت كلت حته الفرخه وهي مسلوقه، بعد الطريقه اللي انا بعملها دي هتحسي انها طعمه وحلوه. حطينا فصين حبهان متكسرين فتحاهم، وشويه فلفل اهو. انا معلقه على ميه بتغلي في الكتل، ونحط ورقتين لراوله اهيت اهي. انا النار عاليه مش موطيه، لو وطيتها هتنزل ميه، لكن طول ما هي النار عاليه هتتشمع كلها كده اهي. خلاص، حطي شويه ملح، معلقه الملح حسب بقى يعني ما نعمل يعني حدق الشرب اهي. بصوا ما شاء الله اهي. يعني لو حبيتي تاكليها مسلوقه هتلاقيها طعمها حلو. ليه؟ عشان واخده صدمه، واخده تشويحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الميه المغليه. مم. هنحط الميه اما تيجي بقى تغلي، الحله تغلي، لو فيها ريم على الوش ولا حاجه هنشيله، بس تغلي غلوه وهوطي عليها النار، هسيبها تستوي. انا بخليها يعني ساعه الا ربع او ساعه الا 10 دقايق، حسب كده يعني ما بشوف بلاقيها استوي. ادي بقى ورق العنب، يعني انا عصرت حوالي 3 ليمونات عليه ولا 4 كده اهوت. اه. والشوربه بقى انا هحط عليه كمان ربع كوبايه زيت، بيخليه بيلمع وبيخلي الورقة طرية، لأن عشان الورق مغشوش بتلاقي ورقة ناشفة وورقة طرية. دولت معلقة صلصة كده حلوة، هنقلبها نحطها على وش الكرنب عشان يبقى لونه كده ملعلع وحلو. المحشي مستوي نص سوا، مش هنحط العقد أو الشوربة لملي تغطي المحشي، لا ما ينفعش نغطيه عشان انا مشوحه الرز. يبقى هنعمل ايه؟ هنسيب سطرين من فوق ما يطولهمش الشوربه، هنسيب سطرين. يعني بص انا بهزها لتحت خالص عشان اوريكم الشوربه قد ايه. والبتنجان كذلك. بص انا عامله حلل صغيره على فكره مش كبيره، يعني انا الحلل دي صغيره، وانا عازمه ولادي، يعني انا معايا بنتي بس بناكل. الاكل هيبقى كتير كده على ما بعزم عيالي. اهو انا عامله بقى الحلل ديت اهو. البتنجان انا عامله ربع الحله شوربه، ربعها عشان بتنجان، حتى انا حشاها بتنجان اسمر كله، ملقناش بتنجان ابيض. اه كده علقنا على الاكل كله اهوت. هنسيبه بقى يستوي. اه ما خدش مننا حاجه، بسم الله ما شاء الله. ادي المحشي استوى، هو ده الكرنب، وادي بسم الله ما شاء الله ادي ورق العنب اهوت. هو مش غامق قوي بس يعني عشان متفرز طبعا. وحمرنا كمان الفرخه، وادي كمان بسم الله الرحمن الرحيم ادي البتنجان والطماطم اه. واحلى فطار، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. واحنا غرفنا الاكل وقلنا بقى ايه اما نصوره بقى ونخلص طبق الملوخيه ده اساسي عندي، حتى لو بيته انا بسخنه وباكله. كل سنه وانتم طيبين، مع كوبايه البلح الاساسيه بتاعت رمضان، حتى لو شربتها في غير رمضان ما تحسيش بيها. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. السلام عليكم.